ايه الاخبار؟ فيديو جديد عن تغيير علبة المية في قناة من تحت الكبو. طبعا هي بتيجي بالغطاء الابيض، ولكن في مشكلة ان هو مفهوش رجوع للضغط السالب بتاع القربة، فبنركب الغطاء الاصلي الاوريجينال اللي عندك، او يفضل ان انت مع كل دخلة صيف تجيب غطاء جديد. الغطاء ده اشتريناه ب100 جنيه والقربة ب300 جنيه من المركز التجاري لقطع الغيار في شارع السودان. لو انت ساكن فيصل جيزة او هرم هيبقى قريب مني. طبعا هحط لكم رقمهم واللوكيشن بتاعهم في الديسكريبشن. ودايما زي ما بنوضح في كل فيديو، في كل العدة اللي هتحتاجها هي لقمة 10 ملي ويد عزم او يد سيستم لو متوفرة معاك. زي ما انت شايف هنفك الصامولتين ايا كان الجنب اللي حابب تبتدي بيه الاول، ولو ما اتغيرتش عندك قبل كده فهتشدها لفوق هتلاقي المسمار اللي تحت اتفك. متقلقش. خلي بالك وانت بتستخدم الكلابة ما تدوس جامد لتحت عشان ما تكسرش البوز بتاع الخرطوم. وفي نفس الوقت لو عندك من تحت قفيز زي ما انت شايف في الفيديو، فالقفيز ده وانت بتربطه تاني مكانه ما تقرطش جامد عشان ما يقطعش الخرطوم. وطبعا علشان ما نخسرش اي مية او نضطر ان احنا نزود مية، فهنشيل الخرطوم اللي فوق ونميل القربة لورا. وزي ما انت متابع معايا في الفيديو هنشد الخرطوم اللي تحت والقربة راجعة لورا على قد ما نقدر، بحيث انها ما نخسرش اي مية موجودة في القربة. طبعا بعد ما شلنا القربة حطينا القربة الجديدة، وسعنا لنفسنا وعديناها من سلك البنزين. هنبتدي دلوقتي نقرط عليها تاني، مفيش اي مشكلة. وبرضو خلي بالك لو قفيز زي ده ما تشدش جامد بحيث ان انت ما تقطعش الخرطوم. وطبعا زي ما انت شايف معايا القربة القديمة طول ما هي راجعة لورا مفيش فيها اي تسريب مية هينزل، ومش هنخسر المية اللي موجودة فيها، وخصوصا ان انا مغير مية قريب جدا وعملت فيديو عن ده على القناة. طبعا وانت بتركب القربة هتلاقي في مشكلة ان المسامير مش راضية تدخل معاك بسبب مصدر الفرامل، فبتطلعها لقدام الاول شوية، تدخل واحدة بعدها تدخل التانية. زي ما انتوا شايفين المية سخنة والعربية اصلا كانت سخنة، وما تقلقش يعني كل حاجة تمام. زودناها مية مقطرة بحيث ان احنا ما نخسرش المية اللي موجودة معانا، وفي نفس الوقت نزود بيها عادي مفيش اي مشكلة. وتأكد انها مية مقطرة فعلا. زي ما انت شايف هنرجع الخرطوم والكليبسات كل حاجة في مكانها ونركب عليها الغطا الجديد. وزي ما قلتلكوا الغطا والقربة. تاريخ تصوير الفيديو 15 شهر 8 لسنة 2025، مشتريهم من المركز التجاري لقطع الغيار في شارع السودان. مشتري القربة ب300 وجايب الغطا بتاعها، واشتريت غطا لوحده إضافي ب100 جنيه. الغطا الأصلي سعره 300 جنيه. وخلي بالك وانت بتربط ما تقرطش عليها بزيادة، لأن لو الصواميل اللي عندك عادية مش الصواميل بتاعة العربية هات تحتها وردة، لأنك ممكن تكسر أماكن المسامير. وده كده الحل المؤقت اللي عملناه قبل كده وشرحناه في فيديو سابق، تقدر ترجع له لو حصل عندك تسريب ومش هتقدر تغيرها في مكانك. لازم بعد ما تخلص تدور العربية وتسيبها من 10 دقايق لربع ساعة، بحيث لو في أي تسريب يظهر. ومع السلامة.